السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع. أعربت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز عن غضبها الشديد من الرسائل التي توصلت بها من قبل جمهور الفنانة دنيا بطمة، متهمينها بالنفاق وعدم التضامن مع فنانتهم المفضلة. وظهرت خريجة برنامج The Voice في فيديو شاركته عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، أكدت من خلاله بأنه ليس من الضروري أن يكون الدعم علنيا. وشددت المتحدثة ذاتها على أنها تأثرت بشكل كبير بعد معرفتها بخبر سجن بطمة، وصرحت قائلة: أنا بكيت عليها بوحدي. وأضافت شيماء عبد العزيز أنها تحدثت مع ابتسام بطمة فيما يخص هذا الموضوع، وليس من الضروري أن تقوم بمشاركة دعمها أمام الملأ. انت كردتني. الله يجيب السلامه. شوفوا، باش نسدو الموضوع فري ديال الفنانه دنيا باطمه، الله يطلق سراحها في هذا النهار. باش نسدو هذا الموضوع خاصكم تعرفوا الاخوان، الله يجازيكم بالخير، باش ما تبقاوش تهجموا عليا وتدخلوا عندي. قسما بالله راه بديت تنسب عباد الله، قسما بالله. حتى انا بشر وتانا تنعرف نسب وتانا تنعرف نعير. ما تدخلوش عندي وتبداو عليا انتم منافقين الفنانات، انتم اعداء النجاح، انتم كذا انتم كذا. انا ما اعداء حتى شي حاجه، سمعتوني؟ انايا واحد الانسانه بحال جميع الناس. كاين اللي تيبغي يواسي في العلن، وكاين اللي تيبغي يواسي. ماشي دابا مثلا انايا نهار تزوجت، انا ماشي كلشي، ماشي كاع لي زارتيست حطوا لي ستوري وقالوا لي مبروك الزواج، فهمتوني؟ ماشي كاع لي زارتيست، انا لا بليبار ديال لي زارتيست صيفطوا لي ميساجات بريفي وقالوا لي مبروك الزواج، فهمتوني؟ حتى انايا ما غاديش يمكن ليا انني الا بغيت نهضر على دنيا باطمه، ولا بغيت نقول الله ولا بغيت نتضامن معاها، غنتضامن زعما في ستوري او لا غنتضامن قدام العالم. لا، انا بكيت عليها بوحدي، وانا صيفط لختها وصيفط لها هي، فهمتوني؟ وتنهضر عليها بزاف وعزيزه عليا وتنحماق عليها. ولي فان الفري المحترمين الزوينين ديال دنيا بطمه راه تعرفوني شكون انا مزيان وكيفاش تنهضر عليها مزيان، وانا لا اتلصق في اي واحد كما بغى يكون. سمعتوا؟ انا قلبي عليها دم، وهي انسانه بحالها بحالي بحال جميع الناس، عادي. انسانه غلطات راه هي تتحاسب. ايه، ما بغيناش لهذيك المحاسبه، ما تنبغيوهاش للكلب، ساعات لدنيا بطمه، ساعات لواحد الانسانه. حتى انا غدا الا درت شي غلط غادي نتحاسب عليه، كما غادي يكون نوع هذا الغلط. نقدر نسرق، نقدر نضرب، نقدر نسب، نقدر ندير اي حاجه. انسان تيغلط، انسان. على منين تتمشيو، منين تنديروا شي حاجه خايبه مع الله تعالى ما تيحاسبناش. كذلك كاينه العداله، كاينه العداله الالهيه، وكاينه العداله ديال الدنيا. راه هي تتخلص، غادي تخرج، وغادي تخرج مرة ونص، وغادي تخرج حسن من كي كانت، في حسن في حسن، باخلاقها بتربيتها بكل شيء ليها ان شاء الله باذن الله. وغادي تكون مزيانه، وغادي يسهل عليها الله، وغادي يعاونها صدر ربي، حين تستاهل كل خير وغزاله. وانا ما شفت من دنيا بطمه هي الخير. يلا، الموضوع انا كله هو ما تنعرفوش، قسما بالله العلي العظيم، الموضوع كامل وما تنعرفوش. كذلك منين تنسمع، انا كنت في مراكش، كرهت مراكش كلها، قسما بالله الا كرهت مراكش بهذاك الحساب ديال حمزه موبيبي، قسما بالله. يلا، هي تبرأت منه انها ماشي مولاته، ولكن تتحاسب لانه تواصلات معاه. يلا، ما عندها حتى شي مشكل. انا ناخذ دنيا بطمه، قسما بالله انا تناخذها، لانه اول غلط دارته في حياتها هو مسكينه بقوه الظرافات اللي عندها تعرفت على شي اوباش بعدا ما كانش خاصها تعرف عليهم، وما كانش خاصها اصلا تقول لهم حتى السلام. كاينين شي اوباش معانا لا في هاد الدومين ولا بلا هاد الدومين، ماشي مغنيين كاع. كاينين شي ناس تعرفت عليهم هما اللي خسروا لها حياتها كاع، قسما بالله. انا ما تنحمق وتنتسطع على ديك السيده، تنموت عليها وهي عارفه هادشي. والتليفون ديالها الفري راه تيتلاقاو معايا وتيقولوها ليا، قسما لكم بالله العلي العظيم.
اقسم بالله العلي العظيم داكشي اللي تفقست عليه الله اللي عالم به وشاهد. وعادي انسانه بحال ايها الناس تتحاسب على غلط دارتو، عادي ما فيها حتى شي عيب. تخرج لالات العيالات كما خرجت اختها لالات العيالات، وكما خرجت سكينه كلامور لالات العيالات، كما خرجوا كاملين. كما انا نقدر واحد النهار نغلط حتى دوك الرجال اللي تا هما دخلوا في هذا الشيء، ها هما ترباو، ها هما خرجوا زوينين، ها هما داخلين سوق راسهم، عادي ما فيها حتى شي عيب. كما بقاو فيا الناس اللي تضروا من داك الحساب اللي بكيت عليهم بالدم قسما بالله. يلا